تعجبنيش يا روح الروح. ليه يا معلمه؟ انا عايزه الاغلى. الاغلى ايه؟ مداني قرنيه ب 20,000 ومداني الكبد ب 70,000. طب انا ارزق ازاي؟ ايه رايك بقى ان انا هديك القرنيه ب 100,000؟ طب وانا ابيعها بكام يا معلمه لما انت اداني ب 100,000؟ خلاص يبقى اطلع اخطف انت يا اخويا، احنا بنتعب وبنشقى. يا باشا برضه ما انا بتعب برضه، ما انا بدور على الزبون اللي ببيع له برضه، ما انا عاوز ارزق في زيه. الاول وفي الاخر كلام المعلمه نوسه هو اللي هيمشي. عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك براحتك. انت كده بتقفلها يا معلمه معانا ولا ايه؟ بقفلها. يعني مش عاوزانا نرزق من وراكم؟ لا احنا لازم كلنا نرزق، بس انت ما تحفش. مش ما احفش، ما انا برضه عاوز ارزق برضه. ما احنا ورانا برضك رجاله، والمعلمه وراها رجاله وناس بترزق، فانت لازم تاخد الكوم الكبير، مش خد على قدك. طب الحل ايه دلوقتي يا معلمه؟ احنا عاوزين نحل الموضوع عشان نرزق برضه مع بعضينا والموضوع يمشي. خلاص بدل 100 80، وهو ده اخر كلام. لا اخر كلامك يعني؟ والمعلمه كده كريمه معاك على الاخر. خلاص يا معلمه اللي انت شايفاه وانا معاكي فيه. وعندي البديل ليه اللي يجيب واقل من كده بكتير. ماشي، وانا مش هكسر لكم كلمه عشان خاطر المعلمه نوسه. ماشي يا معلمه. ايه الزبون الجديد جاهز؟ جاهز. طب يلا يلا روح هات وتعالى. وانا جاهز. طب يلا نروح هات. اتفضلي يا معلمه، اتفضلي. الدار امان يا معلمه، انا مأمن المكان كله. يا استاذ محمد، النهارده احنا بنتكلم في موضوع مثار في البلد، وهو موضوع الخطف والسرقه واداره الاعضاء. شايف ده من وجهه نظرك ايه؟ انا شايف انها طفره للاسف، يعني ما يتسكتش عليها وما ينفعش تعدي كده. يعني النهارده ازاي واحد ابنه يتخطف او يروح منه او بنته تروح منه ويستنى ان يتصل بقرايبه، يا فلان جه عندك، يا فلان بنتي جت عندك او ابني جه عندك. ما ينفعش، المفروض يتحرك بسرعه عشان نلحق، او انقاذ ما يمكن انقاذه، ما يلحقش يبعد حتى عن اطار المكان تقدر تعثر فيه. انما النهارده السلبيات اللي احنا بنشوفها يا استاذ طارق ما بقتش. كان من الاول بنقلق من موضوع ان في اغتصاب. بنتكلم على السلبيات، احنا النهارده في مشكله. ما هي مش المشكله هنتكلم في سلبيات يا استاذ محمد، بنتكلم في عصابه ظهرت في السوق اسمها عصابه موسى. العصابه دي بتعمل حاجات كلها. العصابه دي تعتبر هي الحديثه بقى اللي ظهرت في الاخر اهي. انت النهارده بتبص تلاقي على السوشيال ميديا بيظهر لك عصابات، القبض على عصابه تتكون من كذا فرد، وتبص تلاقي العصابات دي، عصابه موسى دي كارثه بقى لوحدها، دي حاجه ظهرت جديده. يعني طب فين الامن هنا؟ فين دور الامن؟ فين دور اولياء الامور اللي عيالهم بتتخطف وتتباع اعضاء؟ كنا الاول بنخاف من موضوع الاغتصاب، بقى اغتصاب وقتل وسرقه وتجاره اعضاء. كل دوت اصلا